فاكر أول مرة سمعت عن التربية العسكرية؟ يمكن جه في بالك رياضة وجري وفرهدة بقى، بس في الحقيقة الموضوع أعمق من كده بكتير. في الحلقة دي هنعرف ليه اتعملت التربية العسكرية، وبدأت ازاي، وازاي بتغير في شخصية الطالب، وهل ليها علاقة باللي بيحصل في حوالينا زي اللي بيحصل في غزة. كل ده هنعرفه في الحلقة دي، ويلا بينا نبدأ الفيديو. أول ظهور للتربية العسكرية رسميا سنة 1973 في عهد الرئيس محمد أنور السادات، اللي أصدر قانون رقم 46 اللي كان بينص على إن مادة التربية العسكرية تدرس في المرحلة الثانوية سواء كان عام أو فني، وكمان كانت بتدرس في المرحلة الجامعية سواء كان جامعات أو معاهد، بس مع الوقت بقت تدرس في الجامعات بس، وحطوا بداله في الثانوية مادة التربية الوطنية. معلومة على الماشي كده، تم إصدار قانون التربية العسكرية وتطبيقه رسميا سنة 1973، بس بعد كده ظهرت لوائح وقرارات داخل الجامعات علشان تطبق القانون بشكل أوسع ومنظم، وده سنة 1975. بس لو بتعمل بحث خلي مصدرك 1973. طب ايه اللي خلاهم يعملوا تربية عسكرية؟ هو إن بعد حرب أكتوبر الرئيس السادات كان شايف إن الجيل الجاي لازم يبقى عنده وعي بحجم التضحيات اللي اتقدمت علشان ننتصر في الحرب، وإن لازم الجيل يبقى عنده وعي عسكري علشان يقدروا يساندوا ويدعموا الجيش في وقت الحرب. طب التربية العسكرية بتبقى عاملة إزاي؟ هي بتبقى عبارة عن دورة بتبقى متاحة طول السنة في الأجازة والدراسة عادي، ومدتها بتبقى أسبوعين، وبتيجي من الساعة 7 الصبح تعمل حاجة اسمها طابور تحية وطنية، وهي من اسمها بتقول النشيد الوطني، وبتعمل تمارين صباحية تفوقك، بتبقى مدتها ساعة أو أكتر أو أقل، بتختلف من مكان لمكان، وبعدين بتاخد نص ساعة لساعة بريك، وبعدها بتبدأ في برنامج من المحاضرات التوعوية والتثقيفية، وده بيتم مراجعته قبل كده من قوات الدفاع الشعبي العسكري، وبيبقى فيه امتحان عليه 10 درجات، ده بتاخده في نص او في اخر الدورة. وانا بعد ما سألت اكتشفت ان في ناس امتحنوا وناس لا، فانت وحظك على حسب العقيد او اللبا او الضابط اللي بيديك، والامتحان سهل ما تقلقوش، الاسئلة بتبقى اختر او مقالي او اكمل، وبتبقى عن اللي خدتوه في المحاضرات، ومحدش يقلق من موضوع الامتحانات علشان اهم حاجة الحضور وتلتزم بالنظام والمواعيد، غير كده كله بيعدي. وفي بحث انتوا بتعملوه في الغالب الضابط هو اللي بيختار موضوع البحث، وممكن البحث يبقى جماعي او فردي، بتفرق من جامعة لجامعة، ولو معرفتش تعمله في بعض المكتبات جنب الجامعة بتعمل لك البحث جاهز وانت بتشتريه، يعني مفيش اسهل من كده. واخر حاجة خالص بيبقى فيه امتحان فاينل على كل الحاجات اللي انت اخدتها، وكمان لازم تكون مركز في المحاضرات علشان ملكش اي مصدر تذاكر منه. وبأكد تاني الامتحانات سهلة علشان هي عبارة عن معلومات عامة انت اوريدي عارفها قبل كده، وطبعا ما ينفعش تغيب اكتر من يوم، وممكن يمشولك يومين بالحب، غير كده التربية العسكرية بتتلغي وبتعيدها تاني. وطبعا ما ينفعش تاخد شهادة التخرج غير لما تاخد التربية العسكرية، وكل اللي قلته ده بيختلف من جامعة لجامعة على حسب انت وحظك بقى، يعني ممكن يسمحوا لك تلبس نفس اللون مش شرط الزي الرسمي، وممكن يسمحوا ببنطلون جينز مش الشروال او البنطلون الرياضي المخصص ليه، وممكن ما يسمحوش غير بالزي الرسمي بس. وفي حاجات تانية كتير، في اللي هيعدي وفي اللي لا، وكل اللي بيتطبق في التربية العسكرية بالنسبة للولاد بيتطبق برضو في البنات، بس بالاختلاف ان مفيش في البنات طابور تحية وطنية ولا رياضة، مفيش الكلام ده عندهم. كل اللي موجود المحاضرات، وطبعا ليهم زي خاص بيهم بيختلف عن الولاد. والبنات مش اول مرة تشارك في التربية العسكرية دلوقتي، كانت بعض البنات بتشارك قبل كده في زيارات ميدانية في المحاضرات التثقيفية مع الولاد. طب محدش فكر اشمعنى دلوقتي بالذات اللي نفذوا قرار التربية العسكرية للبنات؟ من وجهة نظر الشخصية في ظل اللي بيحصل حوالينا من حروب في فلسطين ولبنان وسوريا وليبيا، حتى ايران اللي رغم صمودها ولسه واقفة على رجليها الا انها انهكت في المواجهة، وتفضل مصر هي الدولة الوحيدة اللي لسه واقفة على رجليها صامدة وبتقاوم الضغوط بكل اشكالها. وطبعا احنا عارفين مين العيون دي ومش محتاجة اتكلم عنها. وبدأت محاولات متكررة لإضعافها سواء بنشر الشائعات أو بالتشكيك في قراراتها
أو حتى بمحاولة إثارة الرأي العام من الداخل. ومعركة الوعي هي واحدة من أخطر المعارك اللي بنواجهها دلوقتي. مثال بسيط، في فيديو ظهر الفترة الأخيرة لشاب مصري في إحدى العواصم الدول الأوروبية وهو بيحبس الدبلوماسيين المصريين في السفارة بعد ما قفل بوابتها بالقفل علشان يفتح الحصار اللي بتفرضه مصر على قطاع غزة. بجد يا لمبي. والفيديو انتشر والناس بدأت تهاجم وتردد كلام من غير دليل وخصوصا المصريين، لكن في الحقيقة الرئيس الفرنسي بنفسه زار مصر وأكد إن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري. والمشكلة هنا مش في الفيديو، المشكلة في نقص الوعي وسهولة إنك تمشي ورا أي إشاعة تضليلية على السوشيال ميديا. وعلشان كده مصر بدأت تهتم أكتر بتوعية شبابها وخصوصا البنات، لأن البنت هي الأم والمربية اللي هتنشئ جيل واعي قادر إنه يفهم كل اللي بيحصل حواليه. وده أصل فكرة التربية العسكرية للبنات، هي مش بس تدريب أو انضباط، لكنها وسيلة لبناء وعي وطني حقيقي يخلينا نميز بين الحقائق والإشاعات. باختصار الهدف من التربية العسكرية إنه يغرس روح الولاء والانتماء لمصر وفهم التحديات اللي بتمر بيها الدولة، وإنه بيعزز قيم الانضباط والالتزام وتحمل المسؤولية. طب مين اللي مستثنى أو اللي مش مسموح له يروح تربية عسكرية؟ أول حاجة هم الطلاب ذوي الإعاقة أو الحالات المرضية، ولازم يقدموا شهادة طبية تثبت عدم قدرتهم الصحية. تاني سبب في حالة إن الطالب لا يحمل الجنسية المصرية. وتالت سبب إن لو الطالب كان خدم في القوات المسلحة كجندي أو كضابط احتياطي مثلا، أو اشتغل في جهة أمنية زي الشرطة، هو بالفعل كده بيبقى حصل على تدريب عسكري رسمي ومش محتاج يروح تربية عسكرية، بس هو بيقدم الورق اللي يثبت كده. رابع حاجة طلاب الانتساب ملهمش تربية عسكرية. خامس حاجة اللي عندهم مؤهلات عليا واللي عايزين ياخدوا كلية تانية مع كليتهم الأساسية. وسادس حاجة الطلاب المجندون، دول الطلاب اللي كانوا بيأدوا الخدمة العسكرية في الجيش وتم تأجيل دراستهم لحين انهاء الخدمة، ولما خلصوا الجيش رجعوا يكملوا تعليمهم الجامعي، لكن يجب إحضار إثبات تجنيد. في الآخر حابة أقول مصر مش بس محتاجة جيش يحميها، لكن كمان عقول بتفهم وتفكر وقلوب بتحب بلدها بوعي. وفي الآخر لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي هنزلها، واكتبولي في الكومنتات ايه أكتر حاجة ما كنتش تعرفها واستفدت بيها. وسلام.